السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في مباراة تأكيد أسطورية علي معلول في النادي الأهلي يفوز على القطن الكاميروني بثلاثية ويعبر أولى المحطات الأربعة التي لا بديل فيها عن الفوز بالثلاث نقط. الأهلي النهاردة يا جماعة فاز على القطن الكاميروني 3-0 في مباراة كانت تجارية جدا. الأهلي ما كانش في أفضل مستوياته، لكن أهم حاجة يا جماعة في الأربع مباريات اللي فاضلين دول ما بين اللي كانت ما بينهم مباراة النهاردة، أهم حاجة إنك تاخد الثلاث نقط. الاهلي حط نفسه طبعا في مأزق شديد بتعادله امام صن داونز في القاهره. الاهلي كده عنده 4 نقط في المركز الثالث، قدامنا الهلال ب6 نقط، قدامنا صن داونز 7 نقط. الاهلي لو لم يفز على لو لما فازش على صن داونز في جنوب افريقيا، الاهلي خلاص هيبقى معتمد على الاخرين، مش هتبقى الصعود في ايدين. فبقول لكم اصعب مباراه هتبقى ان شاء الله السبت اللي جاي مع صن داونز ده، وده هيجي لها ميعاد بنتكلم فيها في وقتها. لكن مباراة النهارده نتكلم فيها على ابرز ملامح المباراة والفنيات اللي فيها. اولا كتشكيله، كولر بدا بتشكيله كنت يعني متوقع اغلبيتها. تشكيله انا عن نفسي ما كنتش حابب ان احنا نبدا بقى قدام فريق زي القطن الكاميروني، فريق متزايد الجدول، وشفنا مستوى النهارده فعلا. فريق يا جماعه بين 3 مباريات 0 نقط، ما تعادلش ولا فاز اي مباراه في الثلاثه، رغم انه لعب مباراتين على ملعبه. فبقول لكم كان الاهلي النهارده كان فيزو يعني يلعب بخطه هجوميه افضل من كده. اولا اعتراضي بسبب ثنائيه حمدي فتحي واليو ديانج اللي يعني مستمر في تذبذب مستواه بقى له فتره يا جماعه. بامانه اليو ديانج مش اليو ديانج من ساعه كاس العالم للانديه، واليو ديانج في النازل من ساعه ما سمعنا عن العرض اللي جاله من بشكتاش وهيتبادل بفرود الاهلي يجيبه، واليو ديانج مستواه بقى في النازل. حمدي فتحي اللي انا شايف مستواه يعني بسبب كولر، مستواه السيء بسبب كولر، انه مديله مكان مش مركزه، مش بتاعته، مديله يعني كلفه بمهام مش بتاعه. انا شايفها مش بتاعت حمدي فتحي، اللي هي الزياده ده مع الكوره. حمدي مش من النوع اللي يعني حتى تحس مش لاعب بيجري بالكوره كويس، هو لاعب بيبصر وبس، لكن ان انت تديله مهام هجوميه انا شايف دي مش بتاعت حمدي فتحي نهائي. هو كل اللي عمله من ساعه الفتره الاخيره كلها هم حته الجون اللي جابهم في الزمالك، الناس قال لك هيبقى ده حمدي فتحي بعد كده، والزيادات اللي بيعملها وبتسبب في اهداف. لكن أنا شايف حمدي فتحي مش بتاعته، اللي هو كولر مديله مهام مش بتاعته نهائي. ده تلعبه 6 بالنسبه لي قلب دفاع مكان ياسر ابراهيم، اللي كل ما بيجي عليه اختبار بيثبت فعلا ان هو مش على قد مسؤوليه انه يبقى لاعب اساسي في النادي الاهلي. يعني كودن القانون تقريبا ما هاجمش النهارده، الهجمه الوحيده اللي راح بيها يعني كره طويله. ما انت ده يعني انت الوحيد اللي معاه يا ياسر، انت ده الفرود بتاعك. الفرود جه واخدها ولافف بيه، يعني لو فرود عنده موهبه عن الفرود اللي جات له الكوره ده كان حطها في اي مكان غير في رجل ياسر كانت راحت جوه. فبقول لكم ياسر فعلا، ياسر ابراهيم يا جماعه مش ما ماتش زي صن داونز مش بتاعه نهائي. ماتش زي صن داونز ده مش هينفع فيه غير منعم بالنسبه له، خد عبد الفتاح لو رجع من الاصابه. ما رجعش من الاصابه بالنسبه لي ترجع حمدي، رجع حمدي فتحي قلب دفاع في مباراه زي دي. انا مصمم على ده. لكن ياسر ابراهيم في صن داونز توقعاتي لو هيغرقني ما ينفعش يبدا. يا راح من ملامح يعني مباراه النهارده اللي اكدتها، يعني الكره الوحيده على ياسر كانت امل خطوره على النادي الاهلي. الباكين طبعا ما فيش غيرهم، علي هاني وعلي معلول. علي معلول اللي قلت لكم المباراه دي اكدت اسطوريته في النادي الاهلي كل يوم بعد الثاني. علي معلول عامل مشترك في ال3 اهداف. الهدف الاول اللي جابه محمد شريف، علي معلول لعبها محمد شريف الضال طاهر، طاهر ده محمد شريف تاني شاطها لما وجا شايطها قويه في الجول. يعني علي معلول كان يعني مشترك في الهدف الاول. الهدف الثاني عرضيه علي معلول للقندوسي اللي بقول لكم هيبقى احد اعمده النادي الاهلي. الهدف الثالث كرة برضو زاد في علي معلول ده القندوسي اداها له ثرو جميل بامانه، لعبها لورا عرضيه لرافت خليل، اللي ان شاء الله تبقى دي بدايه تالق رافت خليل في النادي الاهلي، ويبدا يعني ايه يظهر ملامح موهبته. لان انا بامانه لحد دلوقتي هو لسه ما شدنيش يعني باستثناء الهدف اللي جابه، لكن لسه رافت خليل انا ما شفتش اللي يبان ان هو فعلا لاعب هيبقى يعني من عمليه النادي الاهلي، ولا لاعب هيبقى يعني لا تاثير في النادي الاهلي. لكن ان شاء الله هدف زي ده يديله الثقه ونشوف منه الفتره اللي جايه احسن. لكن بقول لكم دي باين يعني علي معلول عامل مشترك في ال3 اهداف. والحاجه برضو اللي عملها كولر كويسه يعني عجبتني، ممكن جت في بالي ان ممكن بعد كده صحيح ليه الاهلي ما يعملهاش لما يكون عنده غيابات كتير في الاجنحه، انه يلعب واحد زي محمد اشرف ده باك شمال وتلعب علي معلول مكان المكان اللي لعب في الطاهر تلعبه جناح، وهيلعبها احسن من طاهر بكتير كمان والله. انت لاعب واحد زي علي معلول ده بيطير لك على طول، واحد زي القندوسي وقفشه ولعبهم مع بعض قدام وراهم مثلا مروان او حمدي اي كان منهم، واحد ويجروا علي معلول ده هيعمل لك خطوره نار في الجبهه الشمال في النادي الاهلي. يعني دي فكره يعني احد يعني زي مرزق النهارده كان ممكن بدا بها عادي. يعني لان قلت لكم طاهر لما المباراه بتاعت تجيب فيها جون مش بتاع الطاهر نهائي. يعني معلول لو لعب جناح هيلعب احسن من طاهر. احنا شفنا لعب 10 دقائق جناح في الدقيقه 79، شفنا علي معلول كان عامل خطوره ازاي، هو اللي صنع الهدف الثالث. محمد طاهر بقى له 20 ماتش ما شفناش منه حاجه تبين ان هو
طاهر عايز يعمل حاجه، انه عايز يرجع حتى المستوى اللي هو كان موجود في المقاولين. فبقول لكم دي يعني ابرز الملامح، يعني حاجه زي علي معلول بامانه ثبت زي يوم بعد ثاني اسطوريته. نرجع للتشكيله، التشكيله اللي بقول لكم انا معترض عليها في ايه؟ هو الرباعي الخلفي، انا قلت لكم اعتراضي كان ياسر ابراهيم بس عشان ما فيش خطوره على الاهلي فالموضوع عدى. لكن بقول لكم الكره الوحيده اللي راحت هجمه على الاهلي الفرود خطف ياسر ابراهيم وكان هيجيب جون. يعني بقول لكم فعلا يعني مش مركز، المفروض ده احنا اللي بنلعبهم خماسي ولا بتاع الفرود، المفروض لما تقول الكوره بيقول لك ما تسيبوش يلمها، ولو لما ما تسيبوش يشوطه، ده سابه لما براحته برده رجع يحل قدام الكوره. طب خش عليه ما تخلوش يشوط. لكن ياسر له اخطاء غريبه، وبقول لكم ماتش صن داونز مش هينفع فيه، لو لعب فيه انا هنبقى خايف جامد على النادي الاهلي. الثنائي نص الدفاع بقول لكم ما ينفعش ثنائي حمدي واليو ديانج بالنسبه لي، وخصوصا لاعب اليو ديانج هو اللي لعبه قدام المدافعين وخلى حمدي فتحي يزيد. وحمدي فتحي بقول لكم لاعب مش سبرينتر، ده حمدي فتحي ده لاعبه ده يا مركز 6 قلب دفاع، ايه مركز سنه حمدي فتحي؟ انا شايف ملهاش لازمه، انت كده بتضيع وقت على الفاضي. لعبوا قدامهم بالقندوسي اللي بقول لكم هيبقى احد اعمده النادي الاهلي مباراه مع الثاني، الكلام ده هيتثبت. انا شفناه النهارده لمسته الكوره ما شاء الله، لما بتقولوا لمسته كويسه للكوره، بيعرف امتى يطلع السرو من رجله، امتى يلعبها ما بين المدافعين. بيرسي تاو اللي مش عارف الكوره جات له في نهايه الشوط كان التعامل معاها غريب، هتلمها على رجلك وتدخل بقى بيرسي تاو. لا لما عملها هيد غريب، لاعب كان والله مش عارف يعني زي محترف وبدولارات وبيغلط غلط، يعني بيلم كوره بهمجيه زي دي. ده انت كوره جالك انفراد لو لميتها برجلك هتجيبها جون عادي. فبقول لكم بيرسي تاو برضه ما عجبنيش النهارده نهائي. طاهر محمد طاهر انا بقول لكم يعني زي ما هو ما اتغيرش رايي فيه، مالوش اي خطوره في جناح بقول لكم بقى من ساعه كولر ما جه ما جابش ولا جون مع النادي الاهلي. يعني في اكتر من كده جناح اللي هو المفروض اكتر حاجه اللي بيجيب جوان في اي فريق بيبقى الجناحات. شوف اي فريق هتلاقي الجناحات معاك بتجيب جوان اكتر من راس الحربه كمان، لان راس الحربه بيبقى ممسوك، لكن الجناحات هي بتتحرك من على الاطراف وبتيجي من ساعات من العمق، فيبقى قدامهم فرصه انهم يحرزوا اهداف اكتر من راس الحربه. او طاهر محمد طاهر السنه دي ما جابش ولا جون مع النادي الاهلي، يعني الكلام بالارقام طبيعي ان انا انتقد طاهر. محمد شيف كان راس حربه، وانا كنت مؤيد بالنسبه لي شادي حسين ياخد الفرصه، رغم من كده ان محمد شريف احرز هدف قبل الاصابه وان شاء الله ربنا يشفيه. وانا اللي فرحني في الموضوع ان شادي نزل. بوتان هو ضيع كور سهله، لكن بقول لكم شادي لو خد مباراه في الثانيه بس بتحس ان هو في الالتحامات ما شاء الله كويس، بيعرف ياخد كور ثنائيات بياخدها، بيعرف يلعب اللعيبه حواليه. فانا بقول لكم شادي لو خد ماتش في الثانيه شادي هيبقى يعني بامانه من احد اللعيبه اللي هتبقى ايجابيه في النادي الاهلي. لكن يديله بعدين عشان يثبت ان انا صح او غلط، يديله مباراتين ثلاثه ما لعبش كويس يبقى فعلا يبقى انا كنت غلط في رايي. لكن رايي ان شادي حسين افضل من محمد شريف كمان في راس الحربه في الفتره دي. حاليا محمد شريف انا مش شايفه اللي هو المستوى الواو، هو بيحرز باستثناء الهدف اللي احرزه في بدايه المباراه ما ظهرش لحد نص ساعه لعبها غير ساعه الهدف. فالتشكيله انا قلت لكم اختلافي فيها بدايته بياسر، لان كان رايي حمدي فتحي هو اللي يلعبها، الثاني ان هو يلعب حمدي فتحي مركز 8 ودي مش بتاعته نهائي، الثالث نبدا بطاهر محمد طاهر، الرابع نبدا بمحمد شريف رغم احرازه الهدف. فانا رايي شادي حسين هو المفروض ياخد الفتره دي. بس اقول لكم انت عشان بتلعب كنت كمان فريق ضعيف فكان طبيعي ان انت تكسب، يعني طبيعي كنت بقول لكم متزايد الجدول، لعبوا مباراتين عم يلعبهم خسرهم في الدور الاول. التغييرات بقى اللي عملها مستر كولر يعني لو احرز هدف في الشوط الاول مع بدايته كان المفروض فريق زي كوتنا كمان ومعظمهم صغار في السن كنت ضغطت كنت ممكن افاز بسكور. لكن اللي بقول لكم كان لعبه تجاري النهارده. وتغييراته كانت اول تغيير شادي لما نزل على حساب محمد شريف بسبب الاصابه في الدقيقه 34، وده طبيعي طبعا لاعب مصاب نزل لاعب مركز مكان مركز. التغيير الثاني لما نزل طاهر رافت خليل على حساب طاهر محمد طاهر، ومروان عطيه على حساب اليو ديانج اللي بقول لكم مش في مستواه من ساعه كاس العالم للانديه، فده تغيير طبيعي. ورافت مكان طاهر برضه انا شايفه تغيير طبيعي، لانه طاهر بقول لكم يعني مش ايجابي نهائي مع النادي الاهلي خصوصا في فتره مارسيل كولر. بعد كده عمل تغييرين في الدقيقه 79 لما نزل محمد اشرف، ودي كانت تغييره جميله بامانه، لما نزل محمد اشرف باك شمال وطلع قدامه علي معلول جناح، ونقل رافت خليل وينج شمال، وينج يمين اسف، وطلع علي معلول وينج شمال خلاه هو اللي يزيد. بامانه كانت فتره من احلى الفترات في اداء النادي الاهلي في المباراه. الفتره اللي علي معلول لعب فيها جناح وكان القندوس زي ما هو في مركز 10 ولعب رافت خليل وينج يمين، بامانه من احلى الفترات الاهلي ادى فيها. ونزل بالمناسبه احمد نبيل كوكا مكان حمدي فتحي، تغيير برضو اللي راحت حمدي فتحي. انت كان عندنا ماتش الثلاث مع المقاولين والسبت الجاي مباراه تحديد مصير النادي الاهلي في افريقيا، اذا كان ناوي يكمل او هيستنى بقى نتائج الهلال مع صن داونز في السودان. فبقول لكم من ابرز بقى الايجابيات عشان ما يبقاش كل حاجه سلبيات في السلبيات. ورقم واحد بالنسبه لي استمرار
اسطوري تاكيد ان انا قلت لكم قبل كده ان علي معلول احد اساطير النادي الاهلي، دي من احد الايجابيات. بقول لكم مشترك في الثلاث اهداف يوم بعد يوم. علي معلول بامانه بيثبت انه احسن بالنسبه لي، احسن باك شمال جه في تاريخ النادي الاهلي. المكسب الثاني احمد القندوسي اللي بقول لكم ان شاء الله هيبقى احد اعمده النادي الاهلي، لاعب كورته جميله وشاف احلى مركز ممكن يلعبه. يمكن بالنسبه لي لو تلعب اي مروان او حمدي وتلعب قدامهم قفشه واحمد القندوسي، والاهلي هيمسك كوره على اي حد. لو قفشه مثلا يلعب 8 شويه والقندوسي 10 وهما الاثنين يعني يبقى قدام وراهم واحد يكون قدامه يقطع الكور من وراهم، يكون اهم قطع كرات، وده اهم اثنين فيها في الاهلي، حمدي فتحي او مروان عطيه يلعبوه، ويلعبوا قدامهم محمد مجدي قفشه ويلعبوا قدامهم القندوسي. الاهلي هيمسك كوره على اي حد وهيلعب كوره جميله بالنسبه لي والله. لو جربها حتى متاكد الناس ما هتقتنع بالفكره دي. يبقى احد المكسب التاني احمد القندوسي، لمسته جميله، بيعرف امتى يطلع الكره السرور من رجله، بيعرف امتى يبصي على يمينه امتى على شماله، لعيب كورته جميله بامانه. بقول لكم لاعب مبشر ان شاء الله. المكسب الثالث طبعا رأفت خليل، انه ياخد ثقه، الهدف اللي احرزه بدا يبدا ياخد ثقه في نفسه، وكان ويطلع الموهبه اللي انا ممكن اقول لكم. انا لسه مش ملاحظ سوا في رأفت خليل، ممكن هنقول نشوف حاجات منه بقى بعد كده، لسه لاعب صغير برضه عشان ما نظلمهوش، نشوف منه تألق ويبقى ان شاء الله احد الاضافات القويه للنادي الاهلي. الحاجه الرابعه محمد اشرف، نبدا كولر بدا يديله بامانه كل مباراه، وبقينا بنشوف محمد اشرف كتير. الاول كنا نغيب ممكن كام ماتش ما نشوفش محمد اشرف، دلوقتي بيلعبوا في الدوري، النهارده بدا يديله في ماتشات اللي بتخلص في افريقيا، بدا بيديله، فدي بقى احد برضو المكاسب النهارده. المكسب الاخير احمد نبيل كوكا، ان انت بتديله برضه. احمد نبيل كوكا لما غاب في فتره الاصابه ورجع تاني وده برضه لاعب ممكن يدي في الباك الشمال كويس، ممكن يدي في مركز ستة برضه كويس، لكن هو مش صعب ان هو هياخد في مركز ستة في ظل وجود حمدي واليو ديانج ومروان عطيه وعمرو السولية. هيبقى صعب احمد نبيل كوكا ياخد الفتره اللي جايه برضه، عشان ما نضحكش على نفسنا. فممكن يجربوا بعد المباراه باك شمال، بس كان في وجود برضه محمد اشرف. ولسه جاي لك ولسه جاي لنا لاعب وادي دجله اللي كان مع المنتخب الناشئين، الدبيسي كريم الدبيسي، فهيبقى صعب برضه احمد نبيل كوكا ياخد فرصه الفتره اللي جايه، لكن هو بالتدريبات وتدوس على نفسه ممكن نغيره علينا كلنا في احمد نبيل كوكا. لكن بامانه الاهلي العنوان النهارده الاهلي بدأ تجاري يتخطى عقبه القطن الكاميروني، وان شاء الله المباراه اللي جايه مع صن داونز هتبقى دي مباراه تحديد المصير. وعايز اعمل بقى يا جماعه حاجه يعني زي ناس كتير ما بتعملها، موضوع الدرجات ده انهي بيه. الدرجات الناس بتدي موضوع الدرجات كل لاعب ده، حابب انا اعملها الموضوع ده، استحملوني معلش. بالنسبه لي واحد زي الشناوي النهارده، يعني راجل مثلا ما جاش فيه ولا جول، في ناس تقول لك ده ما جاش ولا جول هديله خمسه. طب انت هتعاقب الشناوي انه ما جاش عليه كوره فنديله خمسه؟ طالما ما غلطش انا بالنسبه لي يبقى الشناوي ياخد 10 9 او 10 من 10. بس انت بتديله خمسه كده، يعني معناه ان هو كان في حاجه وحشه، لكن هو مش ذنبه إن ما جاش عليه قوه. فبالنسبه لي الشناوي طالما ما جاش عليه كور والموضوع الماتش عدى على خير ياخد نسبته العاليه، احنا خصم منه ليه؟ فبالنسبه لي الشناوي ياخد 10 من 10. انا بختلف عن الناس اللي كتير يقول لك لو ما جاش عليه خطوره هديله خمسه. طب افرض ده يعني مثلا نوير مع البايرن ما بيلعبش عليه ولا كوره طول المباراه، ندوا لنوير بقى كل مباراه 5 من 10، يبقى مثلا في اخر الموسم لو جمعنا درجات الحراس هنلاقي نوير من اقل الحراس في الدوري الالماني. حارس زي كورتوا في ريال مدريد بتروح له كام كوره في الدوري الاسباني طول الموسم، في اخر السنه بقى لو جمعنا درجاته مش هتلاقيه برضه من احسن حراس الدوري الاسباني. فانا شايف نظريه ان انت عشان حارس ما وصلتلوش كور نديله درجه قليله، انا شايفها نظريه خطا، مش مع الناس كتير بتعملها دي. انا طالما ما جاتلوش كور والماتش عدى بصفر صفر ما دخلش فيه اي هدف، ده ياخد 10 من 10. ياسر ابراهيم ياسر ابراهيم ده هديله 2 من 10. الكوره الوحيده اللي راحت خاطره عليه اللاعب لف بيه، ولولا لو لاعب موهوب عنده كان جابها جون. فبالنسبه لي ياسر ابراهيم النهارده ياخد 2 من 10. محمد عبد المنعم ده بالنسبه النهارده ياخد 7، ما جاتش لان وبامانه محمد عبد المنعم ده هيبقى احد بقول لكم بالنسبه لي احسن مدافع في مصر، بس النهارده ياخد 7 من 10. كنتش حاسه فورمه قوي برضه. محمد هاني طول المباراه ما عملش عرضيه واحده، ياخد برضه 4 من 10. يا ما عليه انه في مباراه زي دي، خصوصا دي مباراه انت قدامك فريق بيدافع، كان المفروض الباكات يبقى لها يعني تاثير هجومي اكتر من كده. فمحمد هاني ياخد 4. علي معلول صانع 3 اهداف، ما ينفعش ياخد اقل من 9 من 10. كلكم مشترك في ال3 اهداف، باك شمال مشترك في 3 اهداف، ينفع ياخد اقل من 9؟ ده 9 من 10. اليو ديانج استمرار لتدني مستواه، انا هديله 3. حمدي فتحي هياخد 3 بس ده بسبب مارسيل كولر لانه ظلم، ما كان بتاع 8 ده مش بتاعته خالص. اللاعب القندوسي بالنسبه لنا اول مباراه ليه واشترك في هدفين هياخد 7 من 10. وبيرسي تاو هياخد 1، ما يعملش اي حاجه النهارده، ياخد عليه 1 من 10 كمان. محمد طاهر مع احترامي ليه 0 من 10. اخر واحد محمد شريف، هو نازل يلعب نص ساعه احرز هدف وما ظهرش تاني، فممكن اديله 6 عشان برضه ما يبقاش ظلمته جامد. دي بالنسبه لي الدرجات، يعني رقم
نخلي برضو الشناوي يا جماعه عشان ما تجيبوش يعني بالنسبه لي كده يبقى كده الشناوي 10 ومعلول 9، ومعلول برضو لو خد 10 يستحقها. بقول لكم باك شمال مشترك في 3 اهداف. دي بالنسبه لي درجات اللعيب. انا حبيت اقول درجات برضه بس يا جماعه عشان ايه ما بسمعها، اذا كابتن كابتن حسن المستكاوي لما بيطلع يقول يعني يدي درجات مع ابراهيم فايق يعني ما بيعجبنيش حته بامانه، مع احترامي طبعا للاستاذ حسن المستكاوي احد القامات العاليه. اما لاعب ما يكونش عنده اختبارات تيجي مديله درجه قليله، طب انت كده انت بتظلمه. لو انت بتقول الموسم مش ما حدش عليه قوه، ما انت كده لو جمعت درجاته في اخر السنه مش هيبقى جايب درجه انه يبقى من احسن حراس مرمى في الدوري. فعشان كده بس حبيت اقول ادي درجات انا كمان عشان الجزئيه دي مخصوص. ومع الدرجات ودرجات اللعيبه كنا حالاتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.